بهدف الاطلاع على جاهزية وحجم العمل في مكتب أحوال وجوازات عمان الغربية، قام وزير الداخلية سلام حماد بزيارة مفاجئة للمكتب، وتبادل الحديث مع مراجعي الدائرة واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية التسهيل على المواطنين وسرعة البت في بعض القرارات اللازمة لإنجاز معاملاتهم بعيدا عن الإجراءات الروتينية. واستمع حماد إلى أبرز احتياجات ومتطلبات المكتب من الموظفين والقائمين عليه، مؤكدا أنه تم تزويد دائرة الأحوال المدنية بحوالي 350 موظفا تم نقلهم من وزارات ومؤسسات مختلفة، وذلك لتلبية احتياجاتها في ظل المهام الجديدة التي أنيطت بها، بما يضمن تأدية واجباتها وخدمة المواطن والمراجع بأسرع وقت ممكن. كما تجول وزير الداخلية في أقسام الدائرة واطلع على الاستعدادات للبدء بإصدار البطاقات الذكية للمواطنين، والمتوقع أن يبدأ يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن متطلبات تنفيذ مشروع اللامركزية تتضمن منح مكاتب الأحوال المدنية والجوازات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة الصلاحيات الكاملة والتجهيزات المادية والفنية والتقنية اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين والمراجعين دون الرجوع للمركز،